يا جماله يا جماله، ايه القمر ده؟ ايه السكر ده؟ جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى، ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة العزيزية؟ احنا اول مرة نعملها النهاردة على القناة مع بعض. جميلة جدا، بطريقة بسيطة ما تاخدش معاكي وقت، مكونات عندك في قلب البيت، تحفة وروعة، حاجة كده عسل. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش نعمل الجمال ده مع بعض. عندي حلة حطيت فيها حوالي كوبايتين ونص مية، وحطيتها كده خلاص هي قربت تغلي. هحط فيها كده ايه، شعرة ملح صغيرة سنة بسيطة خالص اهي. تمام. عندي كمان كوباية من المكرونة او كوباية من الشعرية، او مكرونة سباكيتي، بتجيبي نص كيسة كده او ربع كيلو يعني، وبتجيبيه وبتكسريه وتحطيه. انا هعمل من المكرونة اللي هي ايه، الهلالية اللي مدورة دي. اي نوع مكرونة او شعرية انت حباه. هنزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم. هديله تقليبه بقى كده واسيبها لحد المكرونه بتاعتي. انا عايزاها تستوى كويس جدا، مش عايزاها تكون ناقصه سوا، لا انا عايزاها تاخد حقها في السوا. المكرونه بتاعتي مكرونه استوت اهي، بسم الله ما شاء الله، استوت كويس. بعد كده هجيب شفشق الخلاط بتاعي اهو، ماشي، وهاخد المكرونه كده اطلعها من ميه السليق. بسم الله. خلاص كده حطيت المكرونه في الشفشق بتاع الخلاط. عندي بقى كوبايه من السكر، كوبايه من السكر. تمام. عندي معلقتين اتنين من الكريم شانتيه او كريمه طهي او قشطه اللي موجود عندك حطيه. دول كانوا معلقتين عندي كده ايه فايضين، هحطهم تعزز الطعم معايا شويه. تمام. عندي بقى هنا كمان كوبايه من الحليب، كوبايه من الحليب هنزل بيها. انا كل اللي هحتاجه ان شاء الله كيلو واحد من الحليب. تمام. هنزل كمان بالفانيليا، ازازتين صغيرين كده، اتنين باكت، اللي انت عايزاه بقى ايه، الروايح زي ما انت بتحب. يعني بتحبي روايحها كتير كده حطي، ما بتحبيش روايحها كتير حطي واحده وخلاص واكتفي. تمام. النشا بقى هعبيه معاكي علشان تعرفي انا بعبيه ازاي. بالمعلقه كده اهو في الكوبايه، وما تضغطيش عليها كده زي ما انت شايفه كده. تمام. كده خدت نص كوبايه من النشا، هضيفها على كل المكونات اللي انا حطيتها دي كده. بسم الله. هضيف كمان معلقه من الزبده، معلقه حلوه كده من الزبده اهي. هخلط بقى كل الحاجات ديت مع بعض كده في الخلاط وانعمها كويس. عايزه المكرونه والمكونات دي تختلط كويس جدا. بقت ناعمه خالص معايا زي ما انت شايفه كده اهي. يلا بينا نروح بقى ايه على البوتاجاز. حطيت بقيه اللبن بقى كده ايه على النار في الحله. هنزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه. بسم الله. نزلي كل اللي في قلب الشبشب، وايدك بقى فيه ما تبطليش، ايدك ما تشيلهاش خالص، تفضلي تقلبي فيها كده لحد القوام بتاعها ما يتقل معاكي. ما بتاخدش وقت ولا حاجه، مجرد ما بتبدا تغلي بتروح ايه، بص تلاقي القوام بتاعها تقل وياكي. ايدك بقى مستمره كده في التقليب. بسم الله. اللهم صل على النبي. ممكن في الوقت ده بقى ايه تدوق السكر بتاعها او الحلا بتاعها، حابه تزودي سكر ماشي. هي كده بسم الله ما شاء الله سكرها مظبوط. ده بالنسبه لي. انت لو حابه تزودي السكر عن كده ممكن تزودي شويه سكر في المرحله دي. اهم حاجه ايدك ما تتشالش، على طول ايدك مستمره في التقليب كده.
خلاص كده بدأت تتقل معايا هي. بسم الله ما شاء الله، شايفه القوام بتاعها منتهى الجمال. خلاص كده بقى ايه، هنطفي عليه تقليبتين كده يلا، ونطفي بقى ايه عليه. خلاص كده تمام زي العسل. بكون مجهزه بقى الصينيه اللي هعمل فيها ودهنها بالزبده، مديالها طبقه حلوه كويسه جدا بايه من الزبده. لازم تكون واخده طبقه كويسه. بجيب بقى بسم الله ما شاء الله، بجيبها بقى كده على طول من على النار وهي سخنه، ضروري لازم تكون سخنه وياكي. وبديها تقلبتين كده اهي، وابدا انزل بالخليط. بسم الله. تعمليش فيها بقى ايه اي حاجه. زي الخليط كله كده بالشكل ده، ويا دوبك بديلها خبطتين بس، بسويها كده اهو اهي. تمام بقت معايا بالشكل ده. بسيبها بقى تحت مروحه او في اي مكان يكون ايه طري شويه كده، لحد ما تبدا تاخد معايا طبقه كده. هي بتجمد، ما تدخليش فيها اي حاجه قبل ما تبرد معاكي تماما. تاخد لها بتاع حوالي ساعتين 3 كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما سبتها بردت، شوفي لما بردت عملت ازاي اهي. بتسيب جناب الصينيه وبتبقى قطعه واحده بتتماسك وتبقى ايه جزء واحد. تمام. بعد كده بجيب معلقه زبده او معلقه سمنه بلدي زي دي كده. انا حطيت حته زبده على حته سمنه بلدي، احط عليهم كمان معلقه من الزيت، زيت يكون نظيف. بسم الله. حوالي معلقه كده او معلقه ونص اهيت، زي ما انت شايفه كده، حاجه بسيطه خالص، هي معلقه بالظبط. تمام. هدخلهم الميكروويف يسخنوا بس، وبعدين اقول لك نضيف عليهم ايه. بعد ما دفتهم بس كده يسيحوا معايا، هجيب بقى معلقه من عسل النحل. بسم الله الرحمن. احط كمان واحده. بسم الله. وبخلط بقى ايه العسل مع السمنه مع معلقه الزيت او الزبده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده، اخلطهم كويس واقلبهم مع بعضهم. بعد كده بجيب الصينيه بقى بعد ما بتكون بردت تماما زي ما احنا اتفقنا ودوت مش سخن على فكره يا جماعه، هو يا دوبك بس سيحته مع بعضه بس كده بعمل الخليط بقى كده، بعمل الخليط كده مع بعضه، وهنزل على الوش. بسم الله. بسم الله. خلاص كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد كده بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. لو انت بتخبزي في فرن البوتاجاز بتحطيها على الصاجة، على الرف اللي هو فوق الصاجة 5 دقايق، وبعد كده بتطلعيها على الرف اللي تحت الشواية لحد ما بتاخد لون حلو معاكي. شايفة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله على القمر والجمال ده. شايفه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، عسل تحفه. اخدت اللون الحلو. هنسيبها بقى لما تبرد، ما تجيش ناحيتها ولا تقطعي منها حاجه خالص لحد ما تبرد معاكي تماما. تحفه. تعالي بقى نشوف العزيزيه بتاعتنا كده بعد ما بردت. بسم الله تبارك الرحمن. الصلاه على حضره النبي، اللهم صل على النبي. شايفه بسم الله ما شاء الله، والقمر ده جميلة جدا وريحتها روعة تحفة. شايفة الصينية، شايفة قلبها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده عسل. اتمنى ان الفيديو بقى بتاعنا يكون عجبك.
متنسيش بقى لو اعجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.